هل سألت نفسك من يحكم العالم؟ هل وجدت الإجابة في المنظمة السرية والتي يعرفها الأطفال أيضا أنها هي التي تحكم؟ هل هذا معقول؟ الماضي وقبل ظهور الإسلام كان الكفار يعبدون الأوثان وكان لديهم كثير من الآلهة. أما الآن في الحاضر فيتم صناعة هذه الأوثان مرة أخرى، إما هرب والذي يتحكم في الطبيعة، أو من اكتشف سكان جوف الأرض، أو من سيروج الكائنات الفضائية. هؤلاء هم أوثان الوقت الحاضر. كي نعلم الحقيقة يجب أن نسردها بالترتيب. ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الباحثون عن الحقيقة الأعزاء في رحلة ستكشف النقاب عن عالم الماسونية الغامض. جهز نفسك فسوف نتعمق في الأسرار المظلمة الكامنة خلف الظلال، حيث تتشابك القوة والسيطرة مع التصوف والتلاعب. الماسونية هي نظام قديم محاط بالسرية، تم التهامس حوله منذ فترة طويلة بنغمات خافتة، ولكن ما الذي يكمن تحت السطح؟ ما هي الحقائق الخفية التي تحملها هذه المنظمة السرية؟ انضموا إلينا بينما نزيل الطبقات ونكشف المعرفة الخفية التي تحكم عالمنا. اسمع في هذا الفيديو كيف يتم إيهامك بأن من يحكم العالم له علاقة به. نحن لا نحكم العالم، من يحكم العالم هو المتحكم في اقتصاد العالم. نحن فقط نقيم شعائر وطقوس لعبادة الشيطان، عليكم أن تعرفوا ذلك. فمن يدير اقتصاد العالم هم يهودي الديانة. عبر سجلات التاريخ تركت الماسونية بصمتها على الحضارة وتشكيل الأمم والتأثير على مسار البشرية، من أهرامات مصر الشاهقة إلى الكاتدرائيات العظيمة في أوروبا. لا يمكن إنكار وجود رموزها الغامضة، ولكن من هم المهندسون الذين يقفون وراء شبكة السلطة السرية هذه؟ يعتقد البعض أن الماسونيين يمتلكون فكرا لا مثيل له في العالم، حيث ينورون بخيوط الاقتصاد والسياسة والإعلام خلف الأبواب والمرور. ولكن هل هناك المزيد لهذا النسيج المعقد؟ هل هناك قوة تخدعنا وتشتت انتباهنا بينما تسحب الخيوط من الضعف اعتبارك هذا؟ في حين ينظر إلى الماسونية في كثير من الأحيان على أنها سيد الدنيا، هل هناك محركو دمى آخرون ينظمون المخطط الكبير مع إخفاء وجودهم وتأثيرهم؟ ولعل شبكة التلاعب التي تم نسجها بدقة معقدة ليست سوى وجه تخفي حقيقة أعظم، ظهور نظريات بديلة تشير إلى أجندات خفية، منظمات سرية خلف الستار. هل ننظر من خلال عدسة مشوهة يتم التلاعب بها للاعتقاد بالقوة الشاملة للماسونية؟ هل يمكن أن يكون هناك أيادي أخرى تتلاعب بمسار عالمنا بينما نبقى غافلون عن وجودها؟ بينما نقترب عزيزي المتابع
لهذه الرحلة؟ زملائي الباحثون عن الحقيقة، أترككم مع هذا السؤال: هل الماسونية هي سيد الدمية النهائي؟ أم هناك قوة أخرى تسحب خيوطها تجرأ على البحث في ما وراء الظلال؟ لأن الإجابات تكمن حيث يلتقي الظلال بالتنوير. في الحلقة القادمة سنكشف الآثار التي تتحدى فهمنا للقوة، وسنكتشف القوى الغامضة التي تتحكم في عالمنا. انتظرونا.